مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنايا عندنا قبيصة ديال الملحة. عندنا هنايا الزبدة المارغرين 250 غرام، غادي نقطعها لأنها باقي قاصحة شوية. خرجوها من المجمد من قبل باش تعطيكم الطوع في الخدمة. هنايا غادي ندير نصف كاس ديال السكر ثقيل، اللي باغي الحلاوة فيعمر الكاس. أنا هنا درت نصف كاس. غادي ندخل السكر في الزبده مزيان، غادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا ليا، وغادي نضيف جوج بيضات، بيضه كامله وصفر بيضه الثانيه. دابا درت بيضه الاولى، الثانيه غادي نفصل الصفر على البياض وغادي ندير غير الصفر، وغادي نخلطوا الخليط ديالنا مزيان. ندخلوا البيض في الزبده والسكر، اي مكون ضفناه كندخلوه مزيان في هذيك الزبده عاد باش كنضيفوا مكون اخر. وغادي نضيفوا الزيت، معلقه الاولى، معلقه الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، وعمروا المعلقه مزيان. ما تزيدوا ما تنقصوا في المكونات باش تجيكم الحلوه ديالكم مزيانه، الا السكر. اللي كيبغي الحلاوه بزاف فيعمر الكاس، اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف فيدير نصف كاس. هنايا عندي 4 الملاعق ديال نشا الذره عامرين بومبي. ودابا غادي نضيف خماره وحده وغادي نخلط، ندخل النشا والخميره في الخليط ديالي ونبدا نضيف في الدقيق. وغادي نصليو على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين، وصلي عليه في الاخرين، وصلي عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين. ودابا غادي نضيف الدقيق ديالنا، راني غربلته من الاول ولكن كنعاود نغربلو دابا. كاس الاول، كاس الثاني. المقادير ما تزيدوا ما تنقصوا باش تجيكم الحلوه ديالكم هي هذيك، الا السكر. اللي كيبغي الحلاوه فيعمر الكاس، اللي ما بغاش الحلاوه بزاف فيدير نصف كاس كما درت انايا. وهذا كاس الثالث. وغادي نخليو العجينه ديالنا رطبه، غنديروا العجينه رطبه، راه الا قصحنا العجينه راه بحال الا ما درنا حتى حاجه. هنايا غادي نزيد نضيف الدقيق، هذا الكاس الرابع، غادي ندير منه غير نصف كاس. هاد الحلوه راه كتجي زوينه بزاف، ولكن الا احترمتوا المقادير ما تزيدوا ما تنقصوا. وكنأكد على هاد النقطه هذه، الا السكر. اللي باغي الحلاوه يزيد السكر. اما الدقيق فردوا البال، راه كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا في الدقيق. صافي دابا حصلنا على القوام اللي بغينا. العجينه ديالنا ها هي راه رطبه تبارك الله ما شاء الله. ها شحال بقى ليا من الكاس الاخر؟ بقى ليا منه نص كاس. صافي دابا غادي نغطي العجينه ديالي باش ما تنشفش ليا، وغادي نمشي نصايبوا الحشو ان شاء الله. هنايا عندي نيسلي، النوعيه اللي انا خدامه بها. عندي كاس عامر ديال الكاوكاو، حمرته ونقصت ليه القشره وطحنته. وعندي الكاس ديال جوز الهند. وغادي نضيف نيسلي شويه بشويه وانا كنخلط الخليط ديالي حتى نحصل على القوام اللي بغيتو. كنضيف شويه ديال الحليب نيسلي وكنخلط، ونضيف شويه ونخلط. غادي نجربوه باليسريه واش كيتجمع لينا. صافي دابا ها هو كيتجمع. غادي نغطيه وغادي نمشي نجيب العجينه ديالتي باش نكورها ان شاء الله. هنايا اللي عنده الميزان يستعمل الميزان، اللي ما عندوش الميزان يدير عينو ميزانو. وما ديروش وحده اكبر من الاخرى، حاولوا ديروا بحال بحال. هنا غادي نكور العجينه ديالي كامله وغادي نكور الحشو حتى هو، ولكن الحشو الكريات ديالو غادي يجيو صغارين على الكريات ديال العجينه. ها نتوما راني كورت العجينه ديالي قسمتها كامله وكورت الحشو العدد اللي عندي في الكريات ديال العجينه، درت العدد ديالو في الكريات ديال الحشو. انتم شوفوا راه الحشو صغر من العجينه، لان هاد الحشو غنديروه في الوسط ديال الحبه. الحجم ديال الكريات ديال الحلوه ديالكم نتوما اللي كتحكموا فيه، غديروا القدر اللي بغيتو. المهم ان الحشو ديما تيكون صغر من الحبات ديال العجينه باش نديروهم في الوسط ديال العجينه. راه الفيديو شارح راسو براسو. دابا غادي نبداو ان شاء الله. غناخذوا الحبه وغنحلوها هكايا من الوسط وغنحطوا فيها الحشو ونسدوا عليه ونكوروها بين يدينا ونضغطوا عليها شويه باش تنزل، باش ما تبقاش لينا واقفه. غادي نصايب معكم الاخرى. كنحلوا العجينه من الوسط وكنحطوا فيها
الحشوه ديالنا وكنجمعوها. راه هاد الحلوه كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه. صايبوها في هاد العواشر ان شاء الله راه غادي تعجبكم. غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. صافي دابا غادي نستمر هكايا حتى نكمل الحلوه ديالي كامله. صافي دابا الحلوه ديالي كملتها، كملت الطابه الاولى وهاد الطابه الثانيه، وغادي نثقبها كامله هكايا. الا ما تقبناهاش راه غادي يخرج لنا الحشو. وغادي ندخلها الفران اللي سخنته من قبل، وغادي ننقص النار ونخليها طيب على خاطرها. ها الحلوه ديالنا من بعد ما طابت الطياب موحد تبارك الله ما شاء الله. ودابا غادي نبداو نزينوا الحلوه ديالنا. غادي ناخذ النيسلي اللي بقى لينا وغادي ندهنوا به الحبه. دهنوها مزيان ما تخافوش منها، دهنوها مزيان. وهنايا عندي الجوز الهند وغادي نزينوها ان شاء الله بجوز الهند. كندهنوها وكنمرمدوها في جوز الهند مزيان. ما تشدوش الحبه من الوسط باش ما يخسرش لكم الشكل ديالها. حاولوا تشدوها من الجناب، ما تخليو فيها الطبلصه ما فيهاش جوز الهند. حاولوا تمرمدوها مزيان، ولكن ما تشدوهاش من الوسط باش ما يخسرش لكم الشكل ديالها. الحلوه ديالي من بعد ما زينتها كامله درتها في الكويخطات. كتجي تبارك الله حلوه رائعه همويه، تحمر لك وجهك قدام ضيافك وما تحشمكش. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دابا غادي نحل معكم وحده كما العاده. دابا غادي نحلو معكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل كما العاده.